هاي يا حلوين، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده يعني تاني يوم رمضان ان شاء الله. بصوا انا بصور لكم اول يوم رمضان الفجر، يعني خلاص الفجر اذن وطبعا اتسحرت وكل حاجة والفجر اذن، فقلت بقى اعمل فطار لتاني يوم ان شاء الله. فانا كان عندي حاجات كده هعملها معاكم. إيه، احنا بنشارك الطرق مع بعض وبنعمل كده يومياتنا في رمضان. بصوا انا بحس ان هي بتبقى احلى فيديوهات عندي اصلا فيديوهات رمضان. فانا كان اشتريت كده وانا بره دي كوسه متقوره، وده برضو بتنجان وكوسه ومعاهم فلفل. كان عندي كرومب في الفريزر فطلعته برضو يفك، وهو خلاص يعني فك. هبدأ بقى ان انا اشتغل بيه. وقبل ما الفجر يأذن حضرت الخلطة بتاعتي ودقتها عشان طبعا الملح بقى والبهارات وكده تكون مظبوطة. إيه، هتسلى بقى كده احشي الحاجات دي ونشارك كده اليوم بقى من اوله بكرة ان شاء الله مع بعض. ايه هنعمل ايه كده في اليوم بتاعنا في رمضان. تعالوا بقى اوريكم كده المحشي بعد ما خلصته امبارح. ده حاطه البتنجان تحت والكوسه فوق والفلفل. طبعا هي الحله بس عشان كانت في التلاجة. وده كده الكرنب. هبدأ بقى اسويهم. انا سلقت فراخ، كانت عندي فراخ بلدي سلقتها، وطبعا انا بسلقها عشان بس ايه يعني الجلد مش دايما بحبه كده. فهبدأ اسويهم بقى بشوربة الفراخ، ويبقى الفطار كده جاهز النهاردة. ويبقى الفطار بتاعي كده النهاردة جاهز. هسوي دول وارجع لكم وانا بغرف الفطار. ده كده بقى شكل السفرة. كل سنة وانتم طيبين. ده بصوا المحشي المشكل، والفرخة حمرتها في سمنة بلدي، ومحشي الكرنب. بعد بقى التراويح انا كنت عندي القطايف دي محشية جاهزة في الفريزر. بصوا عملتها في الاير فراير، طالعه لونها حلو جدا ومقرمشه كريسبي، و في نفس الوقت بزيت قليل، فطبعا مدي وبزيت قليل فبتحسوا ان طعمها اخف كده وحلوه قوي بعد التراويح. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، كان خفيف كده عليكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي.